لما رجل عجوز مرفه ملوش غير في الجولف والمصارعه ومسابقات ملكات جمال العالم ياخد قرار يهز بيه العالم العربي كله، يبقى احنا عندنا مشكله جامده جدا محتاجه تتحل. يوم 6 ديسمبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب اخذ قرار يخص القدس. القرار ده كان له صدى جامد جدا على العالم العربي. القرار ده كان ايه بالظبط؟ It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. يعني نص القرار بالظبط هو اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمه لاسرائيل. طيب هو بصرف النظر ان القرار لا يعتبر قرار مؤثر قوي، لانه كده كده القدس محتله وما حدث ما هو الا مباركه من الرئيس الامريكي للاحتلال ده، لكن رد فعل الشارع العربي والمصري بالتحديد كان رد فعل قوي قوي. أنا كمواطن عربي ومصري ملوش عندي غير ضرب الجزمة، أضرب أبوه بالجزمة. مش بقول لكم رد فعل عنيف قوي، بس ده في النهايه كلام مواطنين، يعني كلام كان بيبقى فيه فتحه صدر. اكيد رد فعل وسائل الاعلام كان رد فعل مسؤول واقوى من كده بكتير. ده علم إسرائيل، ولتحيا القدس عربية أهو. بصوا يا جماعه، احنا عايزين رد فعل قوي، رد فعل مؤثر يضغط على امريكا. احنا عايزين نبدأ حملة لمقاطعة المنتجات الأمريكية والصهيونية في مصر. حلو، يبقى المقاطعه هي الحل الامثل والانسب. لو قطعنا المنتجات الامريكيه هنضغط عليهم، هنرقعهم. احنا اصلا شعوب مستهلكه، وهم لو خسرونا يبقوا خسروا زبون جامد جدا. وانا من موقعي ده بايد حمله الاستاذ محمد الغيط. احنا كمان كبرنامج لازم نقاطع، هنقاطع كل المنتجات الامريكيه، هنقاطع المواقع، هنقاطع الابلكيشنز، هنقاطع المشروبات، هنقاطع المطاعم، هنقاطع كل. ايه يا رحيم الشاشه اسودت ليه؟ انت مش قلت هتقاطع المنتجات الامريكيه؟ ما اليوتيوب ده امريكاني. ايه ده بجد؟ ايوه، طب امال ايه؟ هو يوتيوب وتويتر وجوجل والنت، كل المواقع دي اصلا امريكاني. طب فيسبوك؟ امريكي. طب ايه؟ طب كده ما احنا كده هنضطر ما نقاطعش. اما ترجع في كلامك، ما كل الناس بترجع في كلامها. طب خلاص مش هنقاطع، رجع تاني. بصوا يا جماعه، هو احنا هنقاطع عادي، يعني احنا لسه مصرين على موقفنا جدا وهنقاطع، بس هو احنا مش هنقاطع اليوتيوب لان احنا بنطلع من عليه وبالتالي مش هينفع، ولا فيسبوك يعني عشان احنا برضو محتاجينه بنماركت عليه حاجاته، ولا جوجل. يعني هو احنا لو بصراحه لو جوجل اتقطع الحياه هتقف، يعني احنا بنسيرش صور بقى وحاجات عليه وكده، فمش هينفع جوجل. بس احنا مقاطعين، يعني احنا مقاطعين. احنا شكلنا وحش قوي. بس هو البيبسي والكوكاكولا برضو يا ريت بلاش، لانه احنا بنحتاجهم يعني بعد الكشري والكبده. بس هو البديل يعني يبقى ايه؟ سينا كولا، انسى انك عطشان. لا هو بص بصراحه البديل صعب، فبلاش يعني، بلاش بيبسي وكولا. بس احنا هنقاطع السينما الامريكيه بس بعد فيلم جاستس ليج عشان نعرف يعني سوبرمان مات ولا لا. يعني بصوا احنا مش هينفع نقاطع السينما الامريكيه لان احنا 90% من افلامنا منحوته منهم، واحنا ينفع ان احنا نقاطعكم بس تسيبوا لنا الحاجات دي عادي، يعني عشان دي حاجات مهمه واحنا بنبقى محتاجينها وكده. هو مش هينفع صح؟ طب خلاص احنا مش هنقاطع. جبارة. طب خلونا نتناول الموضوع ده بالراحه. هل المقاطعه دي هيكون ليها نتيجه فعلا؟ هيكون ليها نتيجه، لكن على المدى البعيد. وعشان تقدر تقاطع لازم يكون عندك بديل منافس ومكافئ للمنتج اللي انت قاطعته ده. وهل دي اول مره احنا نقاطع فيها؟ الاجابه لا. قاطعنا الدنمارك قبل كده وقت الرسومات المسيئه للرسول، لكن اضطريت ترجع تاني لانه انت ما عندكش بديل للانسولين اللي هم بيديهولك. وقت محمد الدره قاطعنا كل المنتجات الامريكيه، لكن اضطرينا نرجع تاني لانه احنا ما عندناش بديل ليها. سيبك كمان من كل السلع اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده، في النهايه انت مش هتموت من غير جوجل، لكن انت بتتكلم احيانا في سلع اساسيه ممكن تهدد حياه ناس زي الادويه والاسلحه اللي كل ما يقفشوا مننا ياخدوها وما يرضوش يرجعوها تاني. طب ادونا الطيارات بس اللي انتوا موقفينها، الاباتشي والاف. Give us the Apaches and F-16s that you have been suspending for over a year and a half now. انا مستغرب ان الناس بتزعل من ان امريكا بتتدخل في شؤوننا. انا لو واحد مديك كل الحاجات دي، حق ان انا اتدخل ونص وثلاث ارباع كمان، لان انا محتلك. انا كل الحاجات دي بتاعتي انا. ولو في النهايه يا سيدي مش عايز، بلاش ارمي لها حاجات على الترابيزه وقول لها مش لاعب، وساعتها ما حدش يقدر ينطق معاك. يا جماعه احنا بنشتمهم على فيسبوك اللي هم عاملينه لنا. انتوا متخيلين الدماغ عامله ازاي؟ انتوا عارفين ايه افضل حاجه بقى نتبعها في الموضوع ده؟ استراتيجيه ناصر الدسوقي. دلوقتي بقى ناصر كان زي حالتنا كده، كان غلبان وكان عصام النمر مديله على عينه هو واهله، واخد منهم المحل بتاعه تمام وحاطط عليه اليافطه بتاعته كده غصب واقتدار. ناصر بقى كان ممكن يتغشم زينا، بس ناصر بقى عشان عاقل وراسي كده عمل حاجه تانية. احلى حاجه فيك يا ناصر انك عارف ان انا كبير المكان. طبعا اللي يقدر انه يشيل يافطه الاسطوره ويحط مكانها اسمه
واحنا مغمضين نعرف انه بقى كبير المكان. شايفين مسلم وسهنة وهادي ازاي؟ سكت وقعد يتكتك لحد ما جات له فرصته وضرب ضربته. احنا بقى نعمل زيه بالظبط، نهدى خالص ونستخدم كل الحاجات المفيدة اللي هما بيدوها لنا ونتعلم ونبقى راقية. وبعد كده بقى نخترع أسلحة، تمام، نحارب، نتبع سلام. ساعتها بقى براحتنا، ساعتها انت عارف كويس قوي ان انت لو عوزت تحارب هتعرف، والسلام ده بمزاجك مش مرغم عليه. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. وعلى الهامش في نفس الموضوع، مشكلتنا انه احنا بنحب وبنكره اللي الاعلام بيقول لنا عليه. احنا بنكره سواء اسرائيل واليهود او غيرهم مش بناء على عقيدة، لكن بناء على صور ذهنية موجودة في دماغنا. احنا فاكرين ان كل اليهود كده. السينما والبرامج خلونا نقتنع انه مفيش دكاترة لحمية في اسرائيل. هو ايه علاقة ان انت تبقى يهودي بان انت تبقى اخنف؟ انت كده قلت كلام كتير وانا مش فاهم. انا يا سيدي مش بقولك ما تكرهش اسرائيل، عايز تحب او تكره دي في النهاية حاجة بتاعتك انت، لكن انت بتكره اسرائيل ليه؟ انت بتكره اسرائيل لان هي احتلت ارض فلسطينية، وده سبب وجيه وكافي يخليك ان انت مش بس تكره اسرائيل، لكن كمان تكره بريطانيا اللي اديتها الارض دي في وعد بلفور، واحتلتك اكتر من 70 سنة وقتلت ناس من عندك واستنزفت مواردك. ده انت مش طايق اسرائيل اللي قعدت 6 سنين في سيناء. انا مسيحي مش بقولك طيقها، بس انا بكلمك على عقيدة اللي انت بتكره بيها. لكن احنا عادي بنحب بريطانيا وبنروح لندن وبنلعب في الدوري الانجليزي وبنشجع محمد صلاح، وعادي يعني احنا مش بنكره على اساس حاجة. وبالتالي خليك فاهم ومقتنع ان الحب والكره دي في النهاية لعب سياسية. ولو انت بتكره اسرائيل لان هي بتضرب في فلسطين، فمن باب اولى انه انت تكره امريكا اللي اوريدي بتسلحها. لكن احنا كلنا نفسنا نروح نقعد في امريكا وهوليوود بقى. لكن تخيل بقى لو واحد عايز يسافر اسرائيل، يا نهار ابيض، مع ان انت لو بصيت لها تلاقي هي بالظبط، ويمكن انيل كمان في حاله امريكا. ولو انت متعاطف مع القضيه الفلسطينيه عشان حجم الكوارث الانسانيه اللي بتحصل هناك، فمن باب اولى ان انت تتعاطف مثلا مع قضيه زي قضيه اليمن. 23 مليون مواطن يمني، 18.8 منهم في حاجه لمساعدات انسانيه حرجة. لكن عشان الإعلام مش مغطي الموضوع بنفس الطريقة ومش بيعمل أغاني عليها ومش بيحط مزيكا حزينة على المشاهد اللي بتحصل، فأنت من غير ما تاخد بالك مش بتتعاطف مع الموضوع ده لأن هم ما غطوهوش كفاية. إحنا للأسف الشديد ما عندناش منطق خالص، لا في الحب ولا في الكره ولا في الأولويات اللي إحنا بنديها للقضايا اللي إحنا بنتبناها. أخيرا يا رب يفك كرب كل الدول العربية. لكن فيما يخص موضوع المقاطعة لازم ندرك حاجة مهمة جدا، إنه من لا يملك قوت يومه لا يملك كلمته. وبكده دي تكون آخر حلقة في السيزون الأول بتاعنا. نتمنى نكون قدرنا نقدم لكم حاجة تبقى احترمت عقليتكم واستمتعتم بيها وضحكتم شوية. لو الحلقة عجبتكم اعملوا شير ولايك واعملوا سبسكرايب للقناة ودوسوا على الجرس اللي موجود جنبيها ده عشان أول ما الموسم الجاي يبدأ ينزل حلقات وتجيلكم أول بأول. ويلا سلام.